آه طول الوقت بتتكلموا على محمد هاني في النادي الاهلي او ليه بيلعب في المنتخب، مش معنى هو، مش معنى حاجه. مين بديل محمد هاني في المنتخب؟ هتقول اكرم توفيق. اكرم توفيق بقى له فتره ما بيلعبش. لو انتوا بنتكلم بقى عن هنقول الكواليتي اللي بعد محمد هاني، عشان حرفيا في مصر مفيش حد، بالورقه والقلم مفيش حد. اي لعيب في الدنيا بيخطأ، اي لعيب في الدنيا ساعات ما بتبقاش ماشيه معاه. وانتوا نسيتوا احمد رفعت لما قلتوا بلاش تضغطوا على نفسية اللعيبة، بلاش تحط ده لعيب وينساه وبيحس وبيزعل وممكن يتوجع، ممكن يجراله حاجة، وانتوا مجرد كلمتين تبقى انت السبب. لو جاي نتكلم بعيد عن النجم محمد صلاح اللي احنا بنتشرف بيه والتاريخ اللي هو عمله، هل محمد صلاح لما بيجي المنتخب زي ليفربول؟ لو جيت تتكلم كده هيطلع لك خوازيق لك إيه؟ ما هو كواليتي ليفربول مش زي المنتخب. بس النجوم في اي منتخب بيعمل فارق المنتخب بتاعه، بيلعب بروح، بيلعب بجدية، ما بيعتمدش على الكواليتي اللي معاه. ليه بتضغطوا؟ ما تضغطوش، ما تضغطوش على الناس، ما تضغطوش على اللعيبة. ممكن لعيب يتأذي وتيجي تندم من جواك تقول يا ريتني ما قلت، يا ريتني ما اتكلمت. بس خلوا عندكم شوية ضمير، اعتبره اخوك يا عم، اعتبره صاحبك، اعتبره جارك. لا تضغطوا على الناس، اضغطوا طول الوقت على اي لعيب. اه ماشي، حفل، هزر، اضحك، اعمل حاجة كوميديا، بس مش طول الوقت. محمد هاني، محمد هاني، محمد هاني. طب وبعدين؟ وبعدين ياما لعيبه جت لعبت باحترامها وما كانتش بتعمل حاجه. ياما لعيبه بتلعب في انديه كبيره ومش متشافه وسط الزحمه، ومحدش بيتكلم عنها. ليه طول الوقت عايز ان انا فاكر نفسي ظريف وافضل استظرف واستخف دمي ممكن يأذي بني ادم؟ ده الضحك والزور